يلا بقى نعمل رز الصيادية تحفة سهل وبسيط. حلة على النار فيها شوية زيت ومعلقة سمنة، ونفرم بصلاية كده ناعم، بصلاية كبيرة، وينزل بقى عليها بورق اللورة. أول ما تصفر معايا أنزل بقرن فلفل كده تقطعيه صغير، وكمان شبت هيدي طعم حلو قوي للرز. خلاص خد التشويحة الحلوة واخد اللون الحلو اللي أنا عايزاه، هنزل بمعلقة صلصة كبيرة، هقلبهم كده مع بعض، وافرم طماطمايه انزلها برضو على البصل تاخد تشويحة كده، وانزل بقى بلتر مية. هسيب كل ده يغلي مع بعض على النار، وانزل بالبهارات بتاعتي: ملح، فلفل اسود، كمون، جنزبيل مطحون، كزبرة ناشفة، وشوية قرفة. تخلي كل ده يغلي على النار مع بعض. اول ما تطلع ريحة البهارات كده تنزلي بكيلو رز. انا نزلت بكيلو رز، يعني المية تغطي الرز بعقلة صباع زي ما انتم شايفين كده، ويا ريت اقل شوية كمان رز الصيادية عشان ما يعجنش معاكي. دلوقتي كان على نار عالية وشرب خلاص المية، لازم تديله تقليبة كده قبل ما تهدي عليه النار. بعد ما هديت عليه النار شرب اهو معايا، خلاص دخل في السوا. برضو بديله تقليبة تانية واسيبه برضو على نار واطية كده 5 دقايق بس، وبعدين تقدميه بالهنا والشفا. هيعجبكم جدا، يا ريت تجربوه. وتقدمي طبعا جنبه سلطة خضراء وبالهنا والشفا حبايب قلبي.